السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، برحب بحضراتكم، سعيد أن بلتقي بكم اليوم ونبدأ حديثنا دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين، واحفظ مصر آمنة مستقرة إلى يوم الدين. طبعا النهاردة لا حديث في مصر كلها ولا في أفريقيا يعلو على مباراة مصر والسنغال، وطبعا مباراة المغرب ونيجيريا. مباراتين في منتهى القوة، مباراتين طبعا هيتحدد مين طرفي النهائي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نتمناها مصر ويكون معاها المغرب. فبالتوفيق لمصر وبالتوفيق لكل الفرق العربية، وللمغرب طبعا هي منظم البطولة وفريق من الفرق القوية اللي ظهر في البطولة دي. طبعا في قلق، يعني كل الجماهير عندنا قلق، فعلا عندنا قلق، ولكن عندنا ثقة كمان الناحية التانية في لاعيبتنا. الناس بقى اللي بتطلع في الإعلام ويقول لك أصل عقدة السنغال ومش عقدة السنغال، ويطلع السنغاليين يحطوا مش عارف إيه في جيوبهم، ويقول لك هنحط منتخب مصر في جيبنا وإحنا عقدتهم، والكلام ده كله عقدة مين يعني؟ أنا مش فاهم يعني. الناس حتى الإعلام المصري بيردد الكلام الفاضي ده. إحنا لعبنا مواجهات مصر مع السنغال 13 مباراة، هما كسبوا في 6 واحنا كسبنا في 5 وتعادلنا في مباراتين. ومن الخمسة من الست المباريات اللي كسبوها آخر مباراتين في 2022 تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم بركلات الجزاء الترجيحية، يعني تعادلوا معانا، مش كسبونا يعني. مباريات اللي بتخلص تعادل وبيلعبوا ركلات الجزاء أو ركلات الحظ الترجيحية. فما فيش عقدة ولا حاجة. لازم لاعيبتنا تبقى مؤمنة بإن إمكانياتهم إن شاء الله اللي أظهروها في مباراة كوت ديفوار يقدروا يظهروها ويظهروا أحسن منها كمان في مباراة السنغال. وبالروح والرجولة والعزيمة إن شاء الله نقدر نفوز على منتخب السنغال، اللي هو تاني فريق أو تاني منتخب من حيث القيمة التسويقية. يعني القيمة التسويقية للاعبي السنغال، تخيل حضرتك، فوق ال 400 مليون يورو طبعا. وعدد المحترفين والناس اللي موجوده عندهم لعيبه كلها معظمها او كلها محترفه. وده برضو نقطه قوه وفي نفس الوقت نقطه ضعف نقدر نستغلها، لان اللعيبه المحترفه دي الانتماء عندهم للمنتخب وروح الفريق والكلام ده بتبقى قليله جدا. عندهم شويه فزلكه، عندهم شويه عايزين يظهروا، كل واحد عايز يظهر بطريقته، واحنا نقدر بالجماعيه اللي شفناها في مباراه كوت ديفوار والرجوله نقدر ايه، نحقق الفوز ان شاء الله. ده طبعا الهدف الاول امام كوت ديفوار، يعني الهدف الاول امام، وده سلاح من ضمن الاسلحه المفروض نستخدمها النهارده. هقول لحضرتك ليه. يعني الكوره بتتلعب أهي اماميه من امام عاشور، كوره اماميه طوليه لمرموش اللي بينفرد ويحط الكوره. ده سلاح مهم جدا، الكرات الاماميه، لان منتخب السنغال مدافعينه على رغم قوتهم واجسامهم القويه، ولكن تقدر تضربهم بكوره طوليه زي دي، لان هم يعني عندهم بطء شويه. يعني الدفاع قوي جسمانيا وكل حاجه، ولكن عنده بطء انه يرجع يدافع. على سبيل المثال مثلا كولوبالي لعيب مهم جدا في الدفاع، لعيب قوي، لعيب مميز، وبرغم قوته دي الا انه بطيء جدا السن، لان طبعا سنه 34 سنه ودي بيأثر على لياقته البدنيه وسرعته. فنقدر نستغل دي بكوره اماميه زي اللي عملها امام عاشور او اللي بيعملها مروان عطيه. كمان عندهم نياكاتيه برضه بطيء في الناحيه الدفاعيه بسبب قوته البدنيه الكبيره، تلاقيه جسمه رهيب كده، يعني عشان يتحرك عايز له مثلا 5 دقايق ولا حاجه. فده او دي نقطة الضعف اللي تقدر تلعب عليها. نقطة الضعف يمكن الوحيدة في منتخب السنغال هي الناحية الدفاعية. طيب السنغال ايه مسيرته في البطولة؟ تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، فاز على بتسوانا 3-0، تعادل 1-1 مع الكونغو، ثم فوز على بنين 3-0 او 3-1 مش فاكر. ولكن يعني كلها فرق على الله حكايتها كلها، اذا كانت بتلعب بنين ولا بتلعب بتسوانا ولا الكونغو اللي تعادل معاهم 1-1، كان اقوى فريق طبعا الكونغو.
في دور ال 16 فاز على السودان 3-1. وشفنا السودان لما ضغط ولعب الكرة اللي احنا بنقول عليها دي، وكرة على الأجنحة، قدر يجيب جول في بداية المباراة، ولكن للأسف تراجع السودان وبدأت طواحين السنغال. ده الجول الثاني. طبعا لازم نستغل الكرات العرضية. رامي ربيعة ما شاء الله عليه، طالع وحاطط الكرة بهده. برضه الكرات العرضية والركنيات دي لازم نستغلها، لأن الفرصة اللي بتيجي ولو ضاعت ما بتتعوضش. الماتش هيبقى أكيد الماتش هيبقى محكوم، مش هيبقى فيه هجوم كتير، كلا الفريقين هيلعبوا على التأمين. ولكن احذر السنغال، يعني لازم برضو تعرف ان السنغال عندها مدربها الفني اللي هو بابيتيان. ده مدرب محترم، مدرب طبعا سنغالي هو او وطني، ولكن افكاره اوروبيه. غالبا بيلعب 4-3-3. عندهم من ابرز اللاعبين اللي موجودين في السنغال طبعا حراسه المرمى مندي او مندي. قلب الدفاع عنده اتنين، الكوليبالي اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، كوليبالي وموسى تياكيه. طبعا موسى ده بيلعب في ليون الفرنسي. متر و90 سنتي، لعيب ما شاء الله، طول بعرض، الكلام ده كله. على اليمين عندهم دياتي او دياتا، جناح موناكو. على اليسار بيلعب بيه ظهير واحيانا جناح اسماعيل جاكوبس، رهيب جدا، لعيب على اليسار، احيانا بيضم للمرمى، واحيانا يعني بيكون مهاجم، واحيانا يكون ظهير ايسر، رهيب جدا. عندهم حاجي، اسمه ايه، والله نسيت اسمه، حاجي مش عارف ايه كده. ده برضو لعيب قوي جدا في نص الملعب. وياريسا جايه، برضو 36 سنة، ولكن تشوفه تحس او مجهوده في الملعب اصغر من اللعيبة الشباب اللي عندنا. المهم بقى ان احنا لازم نلعب زي ما قلت على الهجمات المرتدة والكرات الطولية الأمامية اللي احنا بنوجدها في منتخب مصر، سواء إمام أو مروان عطية. هما بيلعبوا دبل ايت في نص الملعب، يكون بابي جايه وديارة. الاتنين دول، ديارة ده ساندرلاند طبعا الإنجليزي، دول بيلعبوا اتنين دبل ايت. ولو عايز صانع ألعاب أحيانا بيطلع واحد منهم ويلعب لامين نيداي، لاعب جناح ايفرتون، احيانا بيستخدمه كصانع العاب عفوا. على اليمين طبعا اسماعيل يسار من كريستال بالاس. والمقدمه بقى على اليسار طبعا حبيبنا وصديقنا مانيه. وفي المقدمه نيكولاس جاكسون، مهاجم خطير جدا، مهاجم تشيلسي اللي هو معار حاليا لبايرن ميونخ. واحيانا بينزل عنده تغييرين، ممكن ينزل يقلب المباراه. واحد اسمه شريف نيداي، وابراهيم امباي او امباي، دول اللي هم جناح باريس سان جيرمان. الاثنين دول احيانا بيستغلوهم. ده عنده 19 سنه اللعيب ده على فكره. احيانا المدرب بينزلهم كتغييرات تقلب المباراه. زي ما قلنا مشكله السنغال الظهيرين في منتهى القوه، ولكن بطاء جدا. فاحنا لازم، ولكن عندهم على العكس بقى الجناحين، يعني الظهيرين مش قد كده، ولكن الجناحين هم اللي في منتهى القوة. فلازم هاني اهو، انا بقول لك هاني عليه دور كبير جدا في الزيادة الأمامية لو عايزين نكسب. وكمان فتوح لازم يعمل زيادة أمامية مع تغطية طبعا. شوف اللي هيغطي بقى ورا امام حمدي فتحي، ورا فتوح حمدي فتحي او مروان عطية، والناحية التانية هاني هيغطي عليه اما رامي ربيعة او برضه مروان عطية، حد من نص الملعب. بالشكل ده احنا نقدر نفوز ان شاء الله على السنغال. السنغال مش الفريق اللي احنا يعني احنا فريق بنعمل له حساب وكل حاجه وفي منتهى القوه، عنده لعيبه قويه جدا، ولكن كابتن حسام اللي تكسبه العبه نفس الطريقه اللي لعبنا بيها كوت ديفوار. المفروض نفس التشكيل ونفس الطريقه، عايزين نفس الطريقه، وعايزين طبعا الروح العاليه من لاعيبتنا، ويكون عندهم اصرار على الفوز وعلى المكسب. السنغال بتضغط على فترات، مش ضغط عالي يعني باستمرار، ولكن بتضغط على فترات، وبتضغط عكس
ضغط عكسي، يعني بتضغط عليك عشان تاخد الكورة وتبدأ تعمل الهجمة. نقاط الضعف طبعا قلنا في الخط الخلفي المدافعين. نقاط قوة كتير، حدث ولا حرج، ولكن احنا عايزين دلوقتي عشان نقدر نفوز بمباراة زي دي ان شاء الله ونفرح 130 مليون مصري وزيهم عرب. لازم لازم الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها، انك تضغط وتلعب كرة طولية امامية. الكرات العرضية نلعب عليها ما نضيعهاش، ونحذر من الكرات الثابتة، ما نجيبش فاولات على خط ال 18. وربنا يستر من الحكم النهارده، ما اعرفش يعني احنا بيختاروا لنا حكام عند فينا ولا ايه، مش فاهم. يعني الحكام اللي احنا مش عايزينهم بيجيبوهم عندا فينا. يعني اتشو ده مش حكم كان حكم في مباراة او حكم على الفار في مباراة الجزائر ونيجيريا، وطبعا فوت ضربة جزاء 100% لمنتخب الجزائر. جايبينه النهارده في مباراة مصر، يعني ازاي لعب في الدور اللي فات اخر مباراة او مباراة في الدور اللي فات ويجي برضه يجيبوه لنا في مباراة زي دي؟ فربنا يستر. احنا ما بنرميش طبعا تحكيم ونحط مثلا السبب هو رئيس التحكيم والكلام ده، ولكن برضه اديني حقي، حتى لو انا وحش لازم تديني حقي ولازم يكون في عدل. فربنا يستر ان شاء الله من التحكيم النهارده. بخلاف ذلك نفس الحماس ونفس الروح والصورة بتاعت السنغال دي اللي هم بيحطوا ايديهم في جيبهم وبتاع، يعني احنا هنحط المنتخبات كلها او منتخب مصر في ايدينا، بيقول لك الصورة قديمة ومش قديمة والكلام ده كله. دي الصورة دي لازم تكون دافع قدام لاعبي مصر بالكامل، زي ما حطوا كده حنطوا محمد صلاح فريق كوت ديفوار، وجينا في الاخر احنا ركبنا الافيال دي كلها وبقى عاملين زي النعام. نتمنى الفوز لمنتخب مصر. التركيز يا رجالة، التركيز ثم التركيز من حسام حسن واللاعبين. ان شاء الله باذن الله هنطلع كلنا نحتفل بعد المباراة بفوز مصر على السنغال. ومفيش حاجة اسمها عقدة السنغال ولا الكلام ده كله. احنا اقوى فريق واكتر فريق. بص على تاريخك زي ما قال الكابتن ابو تريكة، بص على السبع نجوم: واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، ان شاء الله هيتحط التامنة جنبيهم بإذن الله. بص على تاريخك، العب بقوتك، ما تخافش من حاجة. واهم حاجة الحذر ثم الحذر من الانذارات. احنا عندنا معظم اللعيبة واخدة انذارات، فربنا يستر ومحدش ياخد كارت اصفر، لان اللي ياخد كارت النهاردة للأسف مش هيلعب المباراة النهائية. مش فاهم يعني احنا لعبنا دورين بعد دور ال 16 اللي لعب دور الثمانية، تمام. المفروض لا، يعني المفروض الانذارات دي بتتشال كل دور. معرفش هم غيروا بقى القانون ولا ليه كده، يعني المفروض انت عايز تطور الكورة تلعب كورة أحسن. خلاص الانذارات في الدور مثلا ال 16 المفروض تنزل في دور الثمانية، دور الثمانية المفروض تتشال في الدور الأربعة. ولكن الحذر، كل الحذر من اللعيبة اللي عندها انذارات، وإن شاء الله ربنا يسترها بإذن الله ونعدي المباراة دي على خير ونتقابل في النهائي مع المغرب إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لحضراتكم الصحة والسعادة، وما تنسوناش بشير ولايك وتثبتوا إن أنتم موجودين معانا.